نحن اليوم بمول إعمار سكوير. بس قبل ما نكمل خليني أكون صريح معك. من اللحظة اللي دخلت فيها حسيت أني ما دخلت مول، حسيت أني دخلت عالم كامل، كأنه في بوابة غير مرئية وانفتحت وخلفها قصة عم تبدأ. الأضواء مو عادية، مو بس بتضوي المكان، لا كأنه عم تدلك وترشدك. كل خطوة بتحس أنه مرحلة جديدة مليئة بالمغامرة، كل زاوية بتخبي مفاجأة. امشي شوي وصير انتبه لشي غريب، الناس ما عم تمشي بسرعة، الأطفال عيونهم مفتوحة وعم تبرق برق كأنهم شايفين شي سحري، والكبار كل واحد فيهم نسي عمره ورجع كأنه طفل صغير وبلش يمشي ويمرح بهذا المول. هون بتفهم انك داخل عالم مصمم لأنك تندهش. يعني إذا طلعت على يمينك بتشوف واجهات كأنها ديكورات من فيلم خيالي، وعلى يسارك بتسمع صوت الموسيقى الخفيفة المو واضحة بس اللي عم تحس فيها وعم تحرك مشاعرك. وفجأة القصة كلها بتتغير، يعني بتتغير فصول القصة كلها. بتشوف قدامك زجاج مليء بالمياه، ألوان عم تتحرك ببطء. لحظة، كيف انتقلت من مدينة لعالم تحت البحر، لأسماك عم تمر وانت واقف مثل طفل صغير كأنك عم تشوف شي لأول مرة. يعني عم نحكي عن أكواريوم موجود جوا المول بالطوابق التحتانية. طبعا بالمول الشيء الخرافي انه في طابق اللي هو الميدان اللي عم نشوفه حاليا هو الطابق المكشوف، يعني كأنك بمدينة إيطالية. بهي اللحظة اللي انت عم تحس فيها انك داخل مدينة ألعاب، بس بدون ألعاب وبدون صراخ وعياط. كل شي بالمول هادي وكل شي ساحر. إذا كملت رحلتك بين كل طابق وطابق بتشوف عالم مختلف عن التاني. يعني في عالم للعائلة، عالم للمغامرين الصغار، عالم للهدوء، وما في سهم بيقولك وين تروح. أنت البطل، أنت الكابتن، يعني أنت بتختار المسار. وهون جمال القصة، أنك ما تحس حالك زبون، تحس حالك شخص داخل حكاية. ومع اقتراب النهاية بتنزل للطوابق التحتانية وفي عندك طابق المطاعم. يعني هون القصة كمان بتبلش بعالم تاني. أول شي بتشوف النافورة الدائرية اللي بتحس كأنها من مسلسل شامي، والإضاءة بتختلف، الإضاءة أدفأ، الروايح المختلفة اللي معبية المكان، والجلسات كأنها استراحة الأبطال. يعني بعد رحلة طويلة بتجلس وتتنفس وبتطلع حواليك وتفهم فجأة إنك مو جاي تاكل بس، أنت جاي تكمل المشهد الأخير. أنا بالنسبة لي كتير عجبني. خلونا نشوف الصغار شو رأيهم بالمول. اليوم في مول حلو، بس هو يكون فيه أشياء حلوة، فيه بابا وين، كمان فيه أخوها، في باربي، في أميرة، هيك فيه إلسا؟ ألسا، في أنا. في أكلات وشربات؟ لا. ما في أكل وشرب؟ مين قال لك في تحت في أكل؟ في تحت طابق أكل. إيه. يعني حلو هذا المول، عجبك؟ إيه. يعني يجوا عليه ولا لا؟ نيجي عليه. مو نحن هن اللي عم نشوف يجوا عليه ولا ما يجوا؟ يجيزوا عليه. يجوا؟ إيه. ماشي.